عسلامة ومرحبا بك العادة معاكم فاطمة خبيرة أبراج وطاروت العادة باش نكملوا ونعملوا توا توقعات 2026 لبرج الثور. أهم الأحداث في حياته اللي هي العاطفية العائلية المهنية الصحية كاملة وشاملة، مرأة ورجل، الثروات جدد باش نعملوا بهم الكشف يا برج الثور. يلا يا حلوين، مرأة ورجل كالعادة ديما نقول راهي القراءة كبير صغير ما نعرفش أين. المهم برج الثور مرأة أو رجل، الطاقة عامة في 26. هيك ركزوا حياتك العائلية العاطفية، أهم الأحداث، شنو الأشهر اللي أنت يكونوا إيجابيين، شكون الأشهر اللي فيهم تحذير. يلا برج الثور طاقتك 2026 حياتك العاطفية العائلية. يلا برج الثور. باش نعملوا أكثر تحليل أو أكثر حاجات تنجم تهم برج الثور باش ينجم يعرف كيفاش يدير حياته. ماشي برج الثور برج الثور برج الثور برج الثور. ماشي هدايا ان شاء الله يا ربي العام يكون مبروك عليك 2026. باهي، هو انا توا الحقيقه عندي ملك وعندي ملكه وعندي برنسيس وعندي الفارس وعندي الامير، معناها الاعمار الكل، مرأة او رجل باش نقراها كامله، ولكن هاو اللي عندي الملك اللي هو من 40 مثلا، رجل الثور من 40 واحنا طالعين، وفما رجل ثور من 20 حتى ل 35. اكيد فما الاعمار الاخرين، ولكن انا عندي هذوما لهنا خاطر الفارس والامير والملك الاعمار هذوما، وحتى الستات والفتيات. وهذاك علاش هاني انا باش نكون واضحه من الاخر. عندي رجل الثور من اللي عمره 20 حتى اللي عمره 55 عندي لهنا قالت هذيا باش تكون واضحه 6 شهور الاولانيين من 26 مضاي. انا عندي جوز اوراق قالوا حتى ل 70. ان شاء الله ربي يطول في عمر الناس الكل، ولكن رجل الثور باهي خاطر ما نجمش نحدد لك الحقيقه. اما انا الكلام اللي باش نحكيه اللي يحس روحه تطبق عليه الكلام اللي صار خاطر هي باش تحكي له 2025 24 3 سنوات، خاطر برج الثور عنده 10 سنين، برج الثور عنده 7 سنين، برج الثور عنده 4 سنين. فما ناس قاعده تقول لي حتى 30 سنه 35 سنه. معناها ريتو علاش انا قاعده نقول راني انا اللي باش نحكيه لرجل الثور يشوف هو عمره شنو وكيفاش باش تعطيه. تانو قاعده تقول له حياتك العائليه والعاطفيه. فما رجل ثور قتلوا انت لهنا، هذا انت يا حلو، هذا الملك برج الثور الرجل. قتلوا انت 6 شهور الاولانيين من هذا العام اللي هو 2026. مقرر او تقرر فك هذا البلوك هذا هو هكا هنا ريتو هذه بطاقة عراقيل في حياتي العائلية والعاطفية. راهو العاطفية مع المرأة، راهو العاطفية مع الزوجة، مع حبيبة، مع خطيبة، وراهو عائليا معناها مع صغارك، مع اخواتك، مع ان شاء الله ربي يطولك في عمر الوالدة والوالد، معناها خالات وعمات، الجو هذا باش نوضح باش تفهم. حياتك العاطفية هي زوجة، حياتك العاطفية إذا هي زوجة برجها هوائي برجها ناري أسفة، أنت راهو 2026 ما عادش حتى هي تقول 6 شهور 7 شهور أنت باش تعرف تاخو قرار، والقرار هذا أنت متردد فيه عندك سنوات، ولكن باش تاخذ القرار هذا وتاخو حريتك. أنت تحب تاخو حريتك. الطرف الآخر اللي هي الزوجة اللي هي الحبيبة الخطيبة قالت أنا يزيني، هي قالت أنا ما قلتش، هي قالت انت انسان متعب، انت انسان تحب روحك برشا،
انت انسان ديما بنقول واحد بتوس ديما تجبد لقطالك انت شو معناه؟ معناه ديما انت المظلوم وديما انت المسكين وديما انت اللي على حق، ماشي؟ وانت ديما اللي تصعب في الحياه مع هذه شريكتك يا مولود الثور يا رجل الثور. قالت هي تطبق للمخطوبين واللي عندهم علاقه وماشيين لخطبه او للمتزوجين باش يكون هكا واضحه. الملك الرجل ووضحت لهنا وقتلوا شريكتك برجها هوائي. انا نقول لك برجها هوائي ايش معناه؟ معناها جوزاء، معناها ميزان، معناها دم. لهنا قتلك هذا العام هي باش تقف لك بالمرصاد. ايش معناه؟ معناه ما عادش باش تتعدى. تقول لي ما عادش باش تتعدى ايش معناه؟ معناه عندك حلي. والله يلا والله هذه على خاطر هي القراءه بالنسبه لي انا ادق، ماشي ادق، معناه مركزين 100% في الطاقه نتاع البرج. فما برج ثور شريكته برجها هوائي، عندك حلي. يا انت باش تتهم بخيانه وغدره وشح تاع فلوس وراسك صحيح برشا ومواقفك ياسر ما تحبش تبدلها، ووقتها تولي مهدد بطلاق او انفصال، او انت تكتشف خيانه، او انت فديت كما احنا نقولوا، خاطر غاتيكا فما غدره فما خيانه، شخص خبيث، شخص تعبني، شخص مرضني. دونك هذه المراه انا باش نخليها. فهمنا؟ قلتم الابراج لك انت برجك ترابي، برج الثور الرجل، شريكتك برجها هوائي، لازم يوم استنى انا نقولها ردي بالك. اذا زوجك يا حبيبتي برج الثور، ماشي، راهو ينجم يبدل رايه، راهو ينجم يفاجئك بقرارات انت باش تفاجئ روحك يا رجل الثور، ماشي هكا باهي. ولكن فما فئات اخرين قالوا فاتو هذوما نجم انا نقول صلح، موده، محبه، لم شمل، حتى لو كان، وخاصة نص هنا المواليد شهر 5 برج الثور. رجل الثور تقول له انت محتاج عاطف، محتاج حنان، انت تطلب في عطف وحنان ورعاية من شريكة هي ما عادش اصلا عندها باش تعطيك، هي ما عادش عندها العطف، ما عادش عندها مخزون باش تعطيك الحب والرعاية اللي تطلب فيه، ما عادش عندي. هي قالت هكا. برجها ينجم يكون زادا كيفك ترابي، ينجم يكون برجها ناري، والناري راهو الحمل، راهو الاسد، راهو القوس، وخاص ناس الابراج الناريه معك انت برج الثور. قاتلوا ركز على خاطر القرار هذا بالانفصال. المراه هذه عندها سنوات وهي ما نعرفش انا تخمم فيه ولا ما نعرفش انا اشهر، خاطر هذه بطاقه شريكتك واقفه وتخمم نكمل معاك ولا ما نكملش، نتحملك ولا ما نتحملكش، باش تتبدل ولا ماكش باش تتبدل. لهنا النص نتاعكم، النص معناه 50% انت باش تلقى دعم من عائله، من اطفال، من عائلتها، من عائلتك، وفما لم شمل وفرحه وسعاده واستقرار. وهنا هناك شكون واضحه، مانيش قاعده نحكي هكا. هذه شهر 4 شهر 5 فما هدنه لم شمل، والبعض الاخر ماشي يلا انا مع السلامه ما عندش عين. اللي باش يصير عنده الطاقة هذه الفراق، راهو انا نعلموا اخر العام هذه بطاقة يا رجوع واحدة قديمة لرجل الثور باش يعاود يبني معاه حياته، يا باش يتعرف على شريكة جديدة برجها مائي ثور، يا ترجع له شريكة قديمة للبعض اللي باش يكون عندهم فراق، يا ترجع له واحدة قديمة يا يتعرف على واحدة جديدة. المهم هو خارج رجل الثور، فتاة الثور، هيا اش عندي فيه، انت راك خارج اخر العام مرتاح وفرحان وان شاء الله ربي العام يتعدى عليك مبروك. هيا نمشيو جماعه الساعه نحن للستات، للفتيات، للبنوتات، وهي قاعده تقول لي هذوما جماعه الثلاثينات وجماعه الاربعينات، وينكم خاطب شيء جماعه الاربعينات برج الثور، حتى 50 60 ان شاء الله ربي تعرف على الناس الكل. هنا بطاقه الحب والرعايه والزواج والاستقرار، ولكن هنا قتلك تخلصك من علاقه سامه يا حلوه. ما فما حتى واحده تجي تقول لي برج الثور هي توا تبحث على حل في حياتها العائليه والعاطفيه. مراه الثور، فتاه الثور، حبيبتي مطلقه، ارمله، عزباء، متزوجه، ولا ما نعرف انا وضعك شنو هو 2026 الست اشهر الاولاني، قتلك هذا طلب دعم. انت باش تطلبي دعم اخواتك، انت باش تطلبي دعم اصدقائك، انت باش تطلبي دعم زوجك. انت لهنا تقول لك في طاقه نتاع 5 شهور الاولانيين انت في طاقه انهيار. ما هو الانهيار؟ يا عندك طلاق انفصال، يا عندك كشف خيانه او غدره،
يا انتي باش تطالبي الشريك انه هو يلا باي باي مع السلامه انا ما عادش نجم نكمل. فما فئه راضيين باللي هما فيه مع انه فما برشا ضغوطات وما همش مرتاحين، ولكن هي تقول لك الحياه تستمر، يلا مسج انا على صغاري باش نكمل، انا ما نعرفش على خاطر المجتمع ولا ما نعرفش علاش هاي ما نجمش توا نطلب الفراق، هاني راضيه هاني ساكته حتى ما نعرفش رايل، حتى هي حتى فلان يكبر، حتى انا نخدم، حتى نحل بروجي، حتى ما نعرفش شنيا. قالت راهو شهر 9 السنه، شهر 9 2026 هي شهر 7 انا غالبا وينها خاطر عندي شهر 7 وشهر 9 ونسيتك انا لهنا. هذه طاقه الانقلاب. شهر 8 ولا باش نقول كيما انا ديما راهو مولودة الثور، خاصة فتاة مرأة مهما كان عمرها ديما نكون متعاطفة معاها. علاش؟ خاطر هي تبدا ديما هازة حمل ثقيل وتعاني وساكتة وصبورة، كان من الريجة ما نسالش، وفما لا مش قنقاني ما راجل مش الكل متطبق على متقنين، ولكن تبدا هازة الحمل وساكتة وماشية مع شريكها مع عائلتها مع أبنائها. ولكن يوصل وقت ما عادش مع السيبا معناها ساعتك اللي تفاجئوا بها. دونك 2026 قاعده نشوف انه نجم فئه منكم يا البنات يا ستات يا حلوين تنجمي قتلك تطلبي حل هذا الرباط، وهذا الحل قتلك هو موجود اسفر، ولازم نقول لكم كامله. قالت عندها فراق بالموت او بالحياه، معناها المتزوجين وجالهم تعبانين ان شاء الله ربي يشفيهم ويطول في اعمارهم، ولكن انا عندي حاله وفاه. طاقه الموت استنى طاقة موت معناها طاقة سلبية بخوخ ويوفى، موت للمتاعب أو موت لشريك. دونك كل واحد ياخوها بطاقته، ولكن لهنا هي قتلك بداية. أنا عندي من شهر 7 وإحنا ماشيين لشهر 9، فما برشا تغيير وباش يصير برشا تحديث في حياتك وتنظيم حياتك. ولهنا أنا باش نمشي هذه بطاقة باش نحطهم هكا باش تفهموهم انتوما، خاطر هذه لهنا هكا للي تمر بمتاعب مع شريك. معنى فما شريك هو اصلا وتعبني او صار انفصال او صار بلوك او صار طلاق او صار متاعب غاديكا عراقيل بيني وبينه، فما حل نزاع بالقانون. هذه انتصار قانوني عند مولودة الثور. باش نجي لهنا البنات وهي تقول ديما نقول راهو انا ديما اللي عندهم المتاعب ديما نقول لهم راهو فما فرح، راهو فما تفاهم، راهو فما فلوس، راكي نجمة، راهو فما حد باش يدخل لحياتك جديد، راهو برا ما عينيش بحد جديد. هذه الستة شهور الاخرانيين، مش الستة شهور الاولانيين من 2026، الستة شهور الثانيين فرح سعادة استقرار صلح مودة محبة انفراج. هي ماشي هكا باهي. انا توا باش نجي لك يا جماعه، اهو ما عندي انا لهنا ما عندي حد في حياتي باهي مطلقه وما عاودش حتى حد طلبها للزواج، ارمله وحتى حد ما طلبها للزواج، عزباء وما فما حتى حد طلبها للزواج. لهنا قلت لها طاقه هذه الشيطان، والشيطان نعنيو به حاجتين البنات، عندي حلين. وهنا انا قلت راه من جماعه ال20 حتى ل60 70 سنه راه الطاقه كامله للستات للبنوتات، ما نجمش انا نحكم انت وين بالضبط الحاله اللي انت فيها طبعا. ولكن اذا عمرك من 20 سنه حتى ل60 70 سنه وانت مازال تحب تعاودي حياتك حبيبتي، ولكن تحسي فما عراقيل لهنا، هي قتلك فما طاقه شيطان. الشيطانه فما وحده تشيطن في حياتك. وانا عرفتي انا نجي مثلا ندبر حد يقول يحب يعرس يحب يستقر يحب يلمس عطيه يحب يتهنى ما نعرفش انا حاجه هكا، نقولوا فلانه مجرد اني انا نقول اسمك تنجم تجيني وحده شيطانه كيما هكاكا وتقول لي لا راهي صعيبه راهي قنقانه راهي مراجه راهي طماعه راهي اللي يخطبها يبطل راهي مثلا خدات وطلقت راهي متتتا راهي راجلها توفى ما نعرفش منش. فما تشويه كامل لحياتك باش اي شخص يجي باش يطلب يدك حبيبتي هذا الفارس وهذا زواجك. وهنا قتلك بالعكس انت كارك الناس اللي عندها عراقيل فتياتي ستاتي، الناس اللي عندها عراقيل 6 سنين 10 سنين 7 سنين مش هكا ما نعرفش انا عندي 3 سنين 6 لهنا. فما فئه منكم معطلين، فما تعطيل، والتعطيل هذا من كلام سلبي في حقكم، او انتم شخصيتكم ولات قدام الناس ولا جيرانكم ولا اصحابكم يقولوا من عشقات راديكا بطاقه حد يشيطن هذه الشخصيه. ماشي هكا يشيطن معناه ما تقولش كلام باهي،
وهذاك علاش يصير نفور، ما فماش بخوخ، فما شيطنه بالكلام، فما فئه شيطان بالكلام. وهذاك علاش انت تجلبي للشخص اللي هو طماع، طماع في فلوسك، طماع في جسدك، طماع ما نعرفش انا في شنيا معناه. هو ما يعينوش حد باش يتعرفي عليه، ما يعينوش باش يكتب صداق، ما عينوش باش يروح معناها زواج وعائله باهي، حاجه هو بعلاقه سريه، حاجه هكايا مختفيه معناها مش موجوده عندي انا غادي. وهذاك علاش قلت لك انت 2026 باش توضعي حد لاي شخص سام في حياتك حبيبتي. وهكا علاش انا قاعده نقول ينجم 3 شهور ل4 شهور حتى الشهر الاول، الشهر الثاني شوفوا محلاها. هذه طاقه الحب والجديد يا عزيزتي، ابشرك. هذايا باش نكون نرجع لك نرجع ايش لك. هذا شهر واحد حب، دعم، علاقه جديده، صلح مع شخص كان بينك وبينه بلوك. لهنا قتلك حياتك باش تكون شهر 2 كل اصنافكم. هذه بطاقه مرأة الثور، فتاة الثور، تقولها هذه بطاقه الحب في حياتي حبيب، انا باش نحب باش يحبني. لهنا زادتنا وقالت شهر 3 باهي البناتها. وانا علاش هي قاعده تقول كل واحده وتنجم تكون شهر، علاش؟ على خاطر اسمك واهتماماتك يبدل شويه الملخص اللي انا نحكي فيه. تنجم واحده ما نعرفش انا في الثلاثينات ونجم انا نقولها شهر واحد وانت تخرجي وتدخلي وتحاوسي وتشوفي وماشي الخطبه وماشي الزواج وعيد ميلاد وحفلات، تتعرفي على شكون من بعد ما تعملي لي طاقه تنظيم، او انت تجددي الطاقه اللي هي عندك اللي هي تنظيم رؤيه الناس ليك. الناس تنظر لك الرؤيه انك انت انسانه متحرره برشا، ولا انسانه اسم الله عليك خذها من عندي معقده برشا. عندك حلين انت لهنا. او حد قاعد يقول لي كلام مش تعمل نحكي معك بلغه هلا غالبا خاطر انا لازمني نحكيها كما هي خرجت لي. بطاقه عندها برشا معاني وانا قاعده نوصلك في اكثر معلومات، كل واحده تاخوها البنات بالطريقه اللي هي تحبها. ارجوكم راهو هذه بطاقه فما شكون ينجم تتعرف على شكون من الشهر الاول، والشهر الثاني محبه وموده، الشهر الثالث نتفاهموا زعما على خطبه، الشهر الرابع ينجم يكون زواج. ها هو سيدي الملك نتاعك برجلي. فما شكون تقول لي لا فطوم انا لا مثلا شهر 6 شهر 5، ولكن عيد ميلاد بصفه عامه وقت تتعدى الشمس على برجك يا حبيبتي على نهار عيد ميلادك باش يكون البدايات الجديده في الحياه العاطفيه. باش نلم هذوما الكل باش نحكي مرأة ورجل عائليا مواليد الثور. قالت اذا عندهم اطفال هما تعبانين من اجل هذوما الاطفال. تعبانين علاش؟ عنا حلي يا عنا بنات نجم نكونوا مثلا نتاع خطبه زواج واحنا نحضروا واحنا نلموا، فما خاطر فما حفله فما فرحه، يا عنا اولاد باش يتخرجوا باش ينجحوا نحنا تعبانين. ديما فما شويه تعب مع الصغار في الصيف، او عندنا شويه تعب مع الاطفال تخص دراسه. قالت راهو اطفالنا راهو لهنا شويه يجي مرأة او رجل وهو متزوج وهو باهي سيدي كل واحد على روحه، ولكن عندك اطفال، عندك بنيه ولا عندك وليد هو مازال يقرا. هذه بطاقه صفاء، وهذه بطاقه دعم مالي، وهذه بطاقه نجاحهم. ما همش مسافرين قاعدين يقراو وين انت. هذه بطاقه دعم، انت باش تدعم اطفالك يا برج الثور يا مولوده الثور يا رجل الثور. ابنائك اللي هي فتاه او فتاه معناها وليد ولا بنيه، في تسويه في اوراق في مال في رعايه باش يشد ثنيه الصحه. اللي يشد ثنيه الصحه عندي حاجتين، يا يكمل يقرا يا يعمل تكوين، يا باش يسافر يكمل يقرا ولا يمشي يخدم. معناها موجوده. ولهنا قتلك فما حظ كبير، فما فرحه فما خطبه ليك انت ولا لاطفالك يا برج الثور. بديك لينا باه هذوما الكل برج الثور قتلوا باش تعرف تحكم مخك بالنسبه لي، تركز شنو تحب وطفل. هذه حاجه. هيا نمشيو امورك المهنيه الماديه القانونيه، اوراق سفر. برج الثور تحت وحده واش خليه برج الثور 2026. برج الثور رجل او مرأة لهنا امور مهنيه. مهنيه فما ثور ما يقول لي حتى شيء. انا نعرف انه هو عنده عامين 4 سنين، انا لو قاعده نحكي بسنوات ونجم يكونوا اشهر. عندي عامين يا شهرين شبشي 4 شهور ولا 4 سنين 8 شهور ولا 8 سنين في الامور المهنيه. شنو فما؟ قال فما شويه متاعب، شويه انفصال، شويه خساره.
حتى كان انا نخدم وبرا زعما اقول واحد ويخدم مترسم مسمار في حيط الشهريه، قالت الشهريه هذه ما عادش تزازي. نجم يكون برج ثور تعبان باش يخرج من خدمه والفلوس شويه، خاطر هو لهنا قاعده تقول له مولود الثور، برج الثور رجل او مراه في الامور المهنيه مضغوط او عنده شويه ضغوطات ماديه عمليه، عنده اشهر او سنوات يعاني من ذلك. ولكن فما ناس ما عندهاش مشاكل ماديه، عندها مشاكل نفسيه. شو معناها؟ معناها انا نحب نوفر الروحي اكثر ما يمكن من الراحه في المستقبل. شنو نقصد؟ معناها برج الثور اذا هو يخدم وقريب يخرج، نقولوا احنا قريب يخرج على التقاعد مثلا، التقاعد نتاعو زعما اذا هو يخدم مترسم زعما في بلاصه باش يخرج باش تخرج قداش باش يولي وكيف يعرف يستثمر، يعمل مشروع خاص، عنده حيل هذا، عنده عقار، عنده حاجه ينجم يبدل طريقه حياته. هذه بطاقة شويه من تعب وهو خايف. 2026 قالت له انت عندك بدايه من الصفر في حياتك المهنيه من بعد انتهاء عمل ما. فهمتوها؟ فهمتوا؟ باهي. فما جماعه اخرين مازال فطوم صغيرونات، هذه بطاقه متاعب ومشاريع مش ماشي كيما تحب، وانت خدمه متعبتك، وانت تحب تسافر ومعرقل، وانت تحب ترجع الخدمه وماكش لاقي بلاصه ولا ماكش لاقي شكون يدعمك. يا برج الثور نحكي مرأة ورجل عمل. لهنا قالت 3 شهور، الشهر الاولاني بنرجع انا، هذه بطاقه الصفر مش الشهر الاول، بطاقه تغيير. ومن بعدها قالت هالشهر هذا زاد برج الثور مولودة الثور تقول فما شكون باش يعاونها او شكون باش يعاونوا انه هو يوصل لحلمه العملي المادي القانوني اللي يخص زاد سفر. وطريق العربه لهنا باش نلموا العربه. قالت لك عندك حلين يا برج الثور، يا تشد ثنيه، هي لهنا عندي الخير والشر، يا تشد ثنيه واضحه من الاول كذا انت صغيرون ولا صغيرونه يا حبيبتي باش توصلي للي تحبي. ما نعرفش انا ساعات واحد يجي يقول لي باش نوصل لحلمي وانا نحب نشري وانا نحب نحل مشروع وانا نحب نسافر قداش؟ حد يقول لي عام والاخر يقول لي عامين. راهو انت لهنا مطالب انك انت مادامك مازلت صغيرون تحط ديما بال10 سنين. انا عندي 10 سنين باش ننجح، باش نتخرج، باش نحل مشروع، باش نخدم، باش نسافر، باش نشري عقار، باش نشري كرهبه. ما نحطش عام وعامين على خاطر ما عندهم ما يعملوا طبعا في الزمن ده، ماشي هكا. دونك كل شيء انت عندك شهريه باهيه وعندك مشاريع كبيره، جست بركه هي لهنا قالت لك حدد نظم واعرف كيفاش تصير، وراك انت عندك مفرق طريق. عندي زوز كياسات، عندي زوز ثنيات لبرج الثور مرأة او رجل في الخدمه. قالت لي باش يسلك ثنيه بيضه ثنيه واضحه باش يوصل حتى لو كان بعد حين، معناها حتى كان مش 2026 توصل 27، المهم توصل وبراحه ومرتاح مريكل في حياتك. اللي باش يسلك طريق قصير ولكن هو فيه متاعب او فيه ثنيه ملتويه وفيه حاجات مش واضحه، لهنا ترد بالك اخر العام على خاطر ينجم يكون فما شكون ينجم يتعبك او ينجم خالد اخر 2026 كان انت ما سلكتش ثنيه صحيحه من الاول، راك اخر العام تنجم تتعب شويه. وهنا قالت عجله الحظ، دعم من الملك، زملاء جدد، اصحاب جدد، عمل جديد للمرأة والرجل. راني أنا عندي الملك والملكة، التوازن في المال، في الأوراق القانونية، في المشاريع. لهنا قالت لك اترك الأمور قليلا، اصبر شوي، خلي قالت أمي المشروع يطيب على نار هادية شوي. شو معناه؟ معناه إذا تأسس في مشروع راهو مش في رمشة عين، ما فماش سحر، فماش ساحر لهنا باش ينجح فيس على المشروع، باش فيس انت دخلت قالت امي ما نعرفش انا موظف صغرون يسبك تولي المدير، مش انت حلت مشروع وباش تولي ما نعرفش مشهور في عام، ان شاء الله يا ربي سهل. ولكن هي لهنا قالت ترتيب تنظيم حياتك. وهنا زادت لك وقالت للمرأة والرجل كون عادل، ما تكونش ظالم يا برج الثور، ما تكونيش ظالمة يا حبيبتي. الظلم في الامور المهنية عندك انت تجي تعمل حاجه ما تقصدهاش، تجي تقصدها. وهنا قالت لك تنجم تأذي شكون في الامور المهنيه من غير ما تقصد، تجي تطلب الاعتذار، يطلبوا منك الاعتذار. فما حاجه هكا قالت في وسط العام تنجم تعبك شويه، ولكن مش في وسط العام، في وسط العام من بعد شهر 4 شهر 5 6 حاجات كي من هكا في الامور المهنيه. ولكن اخر العام تلقى التوازن مريدلين، معناها لاباس في الامور المهنيه. سفر موجود لبرج الثور. يلا نمشي ونحطوا امورك الصحيه برج الثور 2026. برج الثور مرأة او رجل،
باهي هي قالت برج الثور عنده حاجة عندها 5 سنين، عاودت قالت 5 سنين، بعد 9 سنين، بعد 3 سنين. صحيا برج الثور مرأة أو رجل. تو نقول واضحة، ريتو هالبطاقة هذه في الأمور الصحية معناها برج الثور باش يرد لي بالو على القلب والشرايين. اسم الله عليك كيفاش تقولوا فيها ديما ننساهم ايه، نعرفش انا السكر، تنسيون، شو اسمها، كوليسترول، حاجه تخص القلب وكل ما تابع القلب وضغط الدم. وباهي 3 شهور 5 شهور انت تكون نجم يكون عندك شويه متاعب من قبل، ولكن هي قدك ترد بالك هالشهر الاولانيين من شهر 1 حتى لشهر 9. كل حد وطاقته كل حد واسمه، ولكن نجم يكون فما حد 3 شهور الاولانيين باش يتعب شويه ومن بعدها يتماثل للشفاء، نجم يكون انت لاباس من الاول وبعدها في وسط العام تتعب شويه. ولكن بالنسبه ليا انا برج الثور شنو اللي يوجع فيه؟ هاني قلت شنو يوجع فيه، يرد باله باش ما تزيدش تتعكر الامور، خاصه وقت يكون عنده برشا صعوبات او حد ينرفزه اكثر، حد يغشو اكثر. هو ديما في صراع، عندي هذه الصراع لهنا، الصراع راهو قاعدين نحكيو على شخص تعبان نفسيا، تعبان معناها قلبه بسم الله عليك ان شاء الله ربي يشفيك. وهنا قالت لك باش تطلب دعم، وهنا قالت شهر 10 الشفاء من كل داء، ولهنا قالت الانتقال لبرج الثور من مرحلة صعيبة في حياته الصحية للاستقرار. فما خبايا عند بعض مواليد الثور، فما أمراض مازالوا ما يعرفوهاش باش يعرفوها، ما تخافوش، ما هي أمراض شائعة معناها معروفة، ما تخوفش، جوست بركة أنت تنظم الماكلة. 33% اللي يا باش ينقصوا ميزان، يا باش يزيدوا ميزان، يا باش يطلب منهم تنظيم ماكلتهم، يا باش يطلب منهم يعملوا سبار، يا باش يطلب منهم راحة بال، أو يبعدوا على الناس اللي تسبب لهم ضغوطات نفسيه. هذاك علاش يكون فما ديما تشنج. وهذه لهنا شفاء يا برج الثور مرأة او رجل في الامور الصحيه. ان شاء الله يا رب يشفيك ويوصلك للي تتمنى. هاو نمشيو احنا للنصيحه في الحب 2026 عند برج الثور مرأة او رجل. ما هي النصيحه؟ النصيحه اعز ورقه خرجتك هذه بطاقه فرح، حب، بدايه جديده، زواج، لم شمل، بيبي، عقار. لهنا قالت ال6 شهور الاولانيين ريتوها هذيا بطاقه فما برشا منكم صلح ورجوع، وما فماش طلاق وما فماش نزاع معكم. باهي برج الثور مع شريك، وبرج الثور مع ابنائه ولا صغار ولا عائلته. ديما 6 شهور فما فئه عندهم النصيحه ركزوا اموركم، ما تعملوش العيب برشا يا مواليد الثور، على خاطر ينجم يكون النصف الثاني من هذا العام صلح رجوع حب. باهي لهنا فما 30% قالت ينجم يكون النصيحة انه هو سايب عليها العلاقة سامة، العلاقة ما عادش ممكن نكملوا مع بعضنا، مع شكون نكره يا رب، وهل باش يجدد حياته برج الثور او تجدد حياته. قالت الحكاية من شهر 3 حتى لشهر 9 شوية صعوبات، فما تجديد وتوازن اخر العام. من بعد شهر 10 برج الثور اللي ينجم يكون الله لا يقدر يكون فما انفصال، راهو اخر العام ينجم يكون عنده بدايه جديده مع ناس جديده، او ديما تكون رجوع من الماضي. باهي في الامور المهنيه شنو هي النصيحه؟ شهر 4 قالت مشاريع جديده، افكار جديده، دعم جديد. عاودت قالت شهر 4 شوفوا ما احلاهم، ما نفهمكم حاجه، ريتو هذه طاقه فيها 4 كل ورقه فيها رقم 4، نقصدوا شهر 4، نقصدوا 4 اسابيع. بطاقه قالت تاسيس حياتك المهنيه، بطاقه الاخرى قالت لجماعه اخرين هدوا الامور، ركزوا شويه، ما ترموش ساقيكم وين يجي، عرفوا شكون تشاركوا، عرفوا شنو هو المشروع اللي تناسبكم، عرفوا شنو هي الخدمه اللي انتم لازمكم تعملوها. وهنا قالت مرأة او رجل بدايه وفرحه وسعاده مهنيه. صحيا التوازن شهر 2 هذه الشهرين الاولانيين من 2026 التوازن، وازن امورك الصحيه. شهر 7 قالت باش يوصل للشفاء مهما كان. لهنا قالت الشهرين الاولانيين فما دعم من العائله، من الاطفال، من زوج، من زوجه. شهر 9 ديما تقولك باش تخرج منتصر من اي وعكات صحيه تخصك انت يا برج الثور او تخص حد من عائلتك. شوف نقولك ان شاء الله يا ربي العام يتعدى عليك مبروك، ان شاء الله يا ربي يوصلك للي تتمنى. باي باي.